السلام عليكم. سكراب ليه هيبه برضه بس عايز يتكوي. خلصت يا قلب اخوك ثانويه عامه والنتيجه طلعت والتنسيق نزل وتفكر تخش كليه تمريض. ففي الفيديو ده هقولك على حاجات في كليه تمريض هتخليك تحطها في الرغبات، ده لو ما حطيتهاش رغبه اولى يعني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاك محمد طارق داخل فرقه تانية كليه تمريض جامعه اسكندريه. هكلمك النهارده عن كليه التمريض. الفيديو ده كده هلم لك الدنيا بشكل مبسط بحيث تعرف كل التفاصيل قبل ما تخش الكليه. اول حاجه قلب اخوك عايزك تعرفها ان اختبار القدرات اتلغى، ما عادش فيه اختبار قدرات بيتحدد على اساسه تتقبل في الكليه او لا. وتاني حاجه ان تم الغاء برضو التوزيع الاقليمي وتحول لتوزيع جغرافي. يعني مثلا لو انت من المنصوره ومجموعك ما جابش تمريض المنصوره ممكن تخش تمريض اسكندريه عادي. كليه التمريض 4 سنين دراسه وسنه امتياز، طبعا نظامها بالساعات المعتمده، وتنسيقها في سنة 2024 من بين 84% وده أقل حاجة في بني سويف ل 88% ودي كانت أعلى حاجة في المنصورة. تنسيق السنة دي ممكن يزيد يقل حسب الإقبال على الكلية، حسب طبعا مجاميع الطلاب. أما أقسام الكلية عندك 8 أقسام: قسم التمريض الباطني والجراحي، قسم تمريض حالات حرجة وطوارئ، تمريض أطفال، تمريض نساء وتوليد، تمريض نفسية، تمريض مسنين، تمريض صحة مجتمع، وإدارة التمريض. كل ده هتدرسه على مدار سنين الكليه، وبعد التخرج ممكن تتخصص وتشتغل في المجال اللي تختاره. نظام المواد بقى في الكليه عباره عن ميكس بين مواد التخصص اصلا اللي هي تبع الاقسام اللي انا لسه قايلها لك، ومواد طبيه ونظريه مشتركه بيننا وبين كليات تانية. يعني من امثله المواد التمريضيه دي مثلا قسم تمريض بطني وجراحي عندك اساسيات تمريض وتمريض بطني وجراحي 1 و2 و3، وهكذا بقى في بقيه الاقسام. المواد بقى الطبيه والنظريه عندك مثلا زي الاناتومي، فيسيولوجي، مايكروبيولوجي، باثولوجي، باراسيتولوجي، اي حاجه اخرها اقولها، حاسب آلي، مش عارف ايه الاسم الغريب ده، وتغذيه علاجيه وعلم نفس واجتماع الى اخره. عايز اقول لك ان في كليه التمريض اهم سنتين هم اول سنتين. لو ما حطيتش لنفسك اساس من اول سنتين مش هتعرف تكمل السنتين التانيين بمستوى كويس، هتضيع الجي بي اي من الاخر. واول سنتين اصلا هم اللي بتتعلم فيهم كل الاساسيات، ودول اللي بيبقوا اساس شغلك لما تتخرج. نيجي بقى لسنه 5، سنه الامتياز. هتشتغل في مستشفيات كتير جدا، هتشوف حالات كتير جدا في سنه الامتياز دي. ان السنه دي هتتدرب فيها على كل حاجه اتعلمتها نظري عمليه. نيجي بقى لبعد التخرج، هنعمل ايه لما نتخرج من كليه التمريض؟ اولهم واهمهم لينا طبعا السفر، كلنا عايزين نسافر. وخليني اقول لك ان في دول كتير في الوطن العربي وخارج الوطن العربي محتاجين التمريض بشكل كبير جدا، زي السعوديه والامارات والمانيا وامريكا وانجلترا. طبعا لازم يبقى في اختبار قبل ما تسافر، لو لدوله غير عربيه لازم يبقى معاك لغه. تاني حاجه معاك التدريس، ممكن تشتغل معيد في الكليه، تعمل ماجستير، دكتوراه، دبلومات وزمالات. الدبلومات والزمالات عامه بتبقى دراسه بعد الكليه من سنتين ل3، والزمالات بالاخص هي دوره تدريب عملي في التخصص اللي بتختاره في الزماله. معلش ركز معايا في الحته دي، مش عايزك تتضايق خالص لان احنا عامه في مجتمع مريض، هتلاقي هجوم من هنا ومن هنا ومن هنا وانتقاد من هنا ومن هنا ومن هنا، والمشكله ان اللي بينتقدك ده عمره ما هيوصل لك، يعني عمره ما هيوصل للي انت فيه ولا للخير اللي ربنا انعم عليك بيه ده. هيجي لي بقى واحد في الكومنتات يقول لي هو التمريض بيشتغل ايه اصلا؟ طب انا مش هرد، يعني ما انا مش فاهم الصراحه. يا حبيب قلبي، الدكتور لما بيكشف عليك بيقعد معاك نص ساعه بيتابع العمليه ويمشي. اللي بيقعد معاك 24 ساعه وسايب بيته واهله وناسه وكل حبايبه وقاعد مع حضرتك انت عشان تطلع بره المستشفى وتتماثل للشفاء، بيفرح اكتر من اقرب حد ليك لما انت تخف. التمريض ده مش اي مهنه، التمريض ده مهنه ورساله انسانيه مش اي حد يقدر يشيلها. ان شاء الله تكون عرفت في الفيديو ده كل اللي محتاج تعرفه قبل ما تخش كليه التمريض. لو عندك اي اسئله اكتبها لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليها في اسرع وقت. وقول لي في الكومنتات هتحط تمريض محافظه ايه في الرغبات، ولو هتحط تمريض اسكندريه قلب اخوك في الرغبات فانا مستنيك هناك باذن الله. وبس يا قلب اخوك، ارجو من الله ان الفيديو يكون فادك. لو استفدت من الفيديو شير الفيديو مع اصحابك، لايك، سبسكرايب. كان معاكم محمد طارق، وده فيديو من غير هبد، من غير فزلكه، من غير بيستاشيو. سلام.